Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri bu buluşmamızı mübarek eylesin. Bu buluşmamız vesilesiyle bizden razı olsun. Ve bu salon, bu vakit bizim şahidimiz olsun. Muhterem Hafız Halil İbrahim Baş Hoca'yı ben sahnemize davet ediyorum. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبرحمته تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه فقط تتحقق المقاصد والغايات، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة لجميع الكائنات وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه بهدى وثبات، أصحاب الفضيلة والسعادة والسماحة، إخوتي الكرام، أخواتي الكريمات، كل باسمه ورسمه ومقامه. أحييكم جميعا بتحية طيبة مباركة، وهي تحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يشرفني أن أشد الرحال حوالي 5000 كيلومتر لأسعد بهذه الوجوه الطيبة المباركة، منشدا قول الشاعر حينما يقول: زر من هويت وإن شطت بك الدار، وحال من دونه حجب وأستار، لا يمنعنك بعد عن زيارته، إن المحب لمن يهواه زوار. وبخاصة أتينا لقضية مهمة، وهي قضية الوحدة الإسلامية التي في حقيقتها فريضة شرعية، وأصبحت اليوم ضرورة واقعية. وإن كان هذا الكفر دون كفر بالله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. قال المفسرون وبخاصة المحققون: يردوكم بعد وحدتكم متفرقين، لأن الخطاب كان للأوس والخزرج حينما حدثت بينهم مشكلة بسيطة، والرسول صلى الله عليه وسلم عالجها. والرسول صلى الله عليه وسلم في وصيته الخاتمة سمى الفرقة ضلالا وكفرا، فقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وفي رواية ثابتة: لا ترجعوا بعدي غلالا يضرب بعضكم رقاب بعض.
والقرآن الكريم حينما شدد في قضية الوحدة شدد في قضية الوحدة والفرقة، وضع أيضا مجموعة من الآليات في القرآن الكريم لتحقيق هذه الوحدة والحفاظ عليها. فقال سبحانه وتعالى من الوسائل المجتمعية بعد هذه الآيات مباشرة: وكيف تكفرون، والآيات التي تلاها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. ركز الإسلام على الجانب الإيماني وجانب التقوى لتجميع المسلمين، ثم أمرهم بالاعتصام بالله، ثم وضع الله سبحانه وتعالى ما يسمى اليوم بمؤسسات المجتمع المدني لتقوم بدور الوحدة الإسلامية وتقديم الخير لهذه الأمة. فقال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ووضع كذلك قضية عملية، وهو وجود قوة إسلامية ثالثة. إذا وجدت فرقة بين فئتين من المؤمنين تقوم بتوحيد هاتين الفرقتين، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وهذه القوة اليوم مع الأسف الشديد سبقنا إليها الناتو، حيث وضعوا لأنفسهم هذه القوة. كان المفروض أن يكون للمسلمين هذه القوة لتجميع المسلمين بالقوة عند القتال إذا لم يكن هناك وسائل أخرى. عندنا تجربة حينما تفرقت الأمة الإسلامية في القرن الرابع الهجري أو الثالث الهجري، وأصبحت هناك خلافتان أو دولتان، الدولة الفاطمية في المغرب المغرب الإسلامي وأفريقيا، والخلافة العباسية في المشرق. فحمل السلاجقة جزاهم الله خيرا هم توحيد المشرق، فقضوا على البويهيين ووحدوا المشرق تحت خلافة العباسية. وبقي الدور الثاني لتوحيد المغرب الإسلامي وأفريقيا على صلاح الدين، فأسقط الدولة الفاطمية وجمع الأمة تماما وربطها بدولة الخلافة حتى تكون الأمة أمة واحدة. وحينما سقطت الدولة العبيدية التي تسمى بالفاطمية، قال صلاح الدين وجمع قادته وقال لهم: ما الذي ينبغي أن نفعله الآن؟ وفي نفس الوقت جاءت رسالة من السلطان نور الدين الزنجي يطالبه بتحرير الأقصى والقدس وغير ذلك، ولكن صلاح الدين قال: لا يمكن أن نوحد الأمة وأن نحرر إلا أن نوحد الأمة أولا ثم نحرر. فقال كلمته المشهورة: من التوحيد إلى التحرير، ومن الاجتهاد إلى الجهاد. ولكن هذا التوحيد الذي تم على يد صلاح الدين وعقبه تحرير الأقصى وبقية المناطق، لم يكن هذا التحرير هو كان بنت صناعة اليوم، وإنما العلماء هم الذين مهدوا لهذا التوحيد. فكانت هناك قبل ذلك 4 مشاكل كبرى كما هو الحال اليوم: مشكلة الغزو الثقافي والفكري من خلال الفلسفة والترجمات التي ترجمت لما يتعلق بالجانب العقدي والفكري. فقام الإمام الغزالي رحمه الله بكتابه تهافت الفلاسفة، فكفرهم في 3 مواضع وفسقهم في 18 موضعا، وسقط هذا الغزو الثقافي بالتدرج. وكان هناك أيضا غزو باطني من خلال البويهيين، فقام الغزالي ومن معه من تلامذته بكتابه فضائح الباطنية، فانفضحوا فكريا وعمليا وانتهوا فكريا، ثم أنهاهم السلاجقة كما قلت عسكريا. وكان هناك حقيقة مشكلة كبيرة في الوعي الإسلامي، في الوعي الثقافي، في الفكر. فقام نظام الملك ببناء المدارس النظامية لنشر العلم الحقيقي بين المسلمين في مختلف مجالات الحياة، فأحدثت هذه المدارس نهضة علمية
أدت إلى أن يكون صلاح الدين يستثمر هذه النهضة للقضاء على هؤلاء الصليبيين. وقد طور إمام عبد القادر الجيلاني البغدادي رحمه الله مدارس نظامية في بغداد، وأضاف إليها كثيرا من المواد الجهادية. فهذه المدارس هي التي صنعت العلماء المجاهدين مثل قاضي فاضل والهكاري وحوالي 15 من كبار العلماء الذين كانوا مع صلاح الدين، وهي نفسها أنجبت نور الدين الزنجي وصلاح الدين الأيوبي. فأصبح عندنا علماء مجاهدون وقادة علماء. وأختم كلمتي حتى لا أطيل على حضراتكم ببعض المقترحات العملية التي ينبغي أن نفعلها نحن العلماء والمؤسسات الدينية والمؤسسات التربوية والمؤسسات التزكوية وغير ذلك، حتى نشارك في جعل الأمة ودفع الأمة نحو الوحدة الحقيقية بإذن الله تعالى. أهم مشكلة هنا نحن نعاني منها أيها الأخوة الأحبة هي مشكلة الاستبداد ومشكلة الظلم داخل معظم عالمنا الإسلامي، وكذلك مشكلة الجهل ومشكلة التخلف ومشكلة التفرق. هذه المشاكل الداخلية علينا نحن العلماء أن نعالجها، ولذلك علينا في البداية أن نضع منهاجا ثقافيا، وإن صح التعبير دستورا شعبيا علميا فيما بيننا نحن المؤسسات والعلماء، لنسير على ضوء هذا الدستور لتحقيق هذا الهدف العظيم، وهو أساسا وحدة العلماء ووحدة المدارس الدينية ومدارس التزكية والتربية حتى نكون على كلمة سواء. ونحن في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يضم عشرات الآلاف بفضل الله تعالى من العلماء، وهو موجود في 82 دولة، الآن منشغلون بوضع ميثاق في ثوابت الأمة التي تجمع أهل السنة والجماعة على كلمة سواء بإذن الله تعالى. وهذا بلا شك إخوتي الأحبة يحتاج إلى أمثالكم، إلى لقاءات، إلى مؤتمرات، إلى ندوات، إلى ورش العمل للوصول إلى هذا البرنامج، لتفعيل الميثاق إلى برامج وإلى مشاريع لنطبقها ونوزع الأدوار فيما بيننا بإذن الله تعالى. أما الوحدة السياسية فلا شك فهي تعود إلى القادة السياسيين، ولكن العلماء يمهدون لهذا تمهيدا، وبخاصة أمام المخاطر التي تهددنا اليوم، مخاطر الصهاينة الذين لا يكفون عن الحديث بأن دولتهم المزعومة لا تكتفي بفلسطين، وإنما تريد أن تصل من النيل إلى الفرات. ولأجل تحقيق هذا الهدف أنشأوا أمرين في غاية الخطورة، أولها ما يسمى بالديانة الإبراهيمية التي هي المقصود منها أن تسيطر الصهاينة على شرق الأوسط من خلال الديانات الثلاث كما يزعمون. وثانيهما ما يسمى مجلس السلام، وهو أخطر شيء يهدد القضية الفلسطينية في نظرنا، وهو يقصد به حتى مسألة ما يسمى حل الدولتين لا يبقى له مجال، وقرارات الأمم المتحدة لا قيمة لها، وإنما يكون القرار لمجلس السلام الذي مع الأسف الشديد يقوده من هو متورط في جزيرة أبستن التي وما أدراك ما جزيرة أبستن. لذلك إخوتي الكرام أخواتي الكرام المسؤولية علينا كبيرة أمام الله سبحانه وتعالى ثم أمام الأجيال اللاحقة. وأناشد حكامنا وقادتنا بأن يحسوا بهذه المسؤولية. في مؤتمر غزة مسؤولية إسلامية وإنسانية فتحناها في جامع السلطان أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وقلت في كلمتي: أيها الحكام يا قادة الأمة الإسلامية، كنت أقول لكم سابقا احموا غزة، واليوم أنا أقول لكم احموا أنفسكم واحموا بلادكم،
من هذه الفتنة الأصيلة. واجبنا نحن العلماء أن نكون مبشرين ومنذرين، وأن نحقق وراثة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. العلماء ورثة الأنبياء، وهذه الوراثة ليست في العلم فقط، إنما هو في الدعوة وفي التضحية وفي الجهاد وفي كل ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان مكلفا به، إلا ما يتعلق بالوحي فقط. فأحمل نفسي وأن حضراتكم جميعا ومن يسمعنا هذه المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، حتى يكون لنا جواب حينما نقف عند الله سبحانه وتعالى ويسألنا عن كل ذلك. ندعو لهم بالتوفيق ونشكرهم على هذه المبادرة، ونحن في الاتحاد شخصا واتحادا في خدمة وحدة هذه الأمة بكل ما تعني الكلمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.